النهاردة عندنا قائمة أخبار تقيلة جدا. البيتكوين طار ل 94,000 دولار قبل يوم واحد من قرار البنك الفيدرالي المتوقع بخفض الفايدة، خطوة المتداولين مستنيينها بقالهم شهور، والتوقيت مأثر على السوق بشكل عنيف. باينانس بقت أول منصة كريبتو في العالم تحصل على رخصة عالمية تحت إطار ال ADGM في أبو ظبي، إنجاز تنظيمي ضخم. في أمريكا جهة رقابية مصرفية أعلنت إن البنوك تقدر دلوقتي تكون وسيط في معاملات الكريبتو، من حفظ أصول لتسوية معاملات لتسهيل التحويلات. وسبيس إكس قبل ما تعمل أكبر طرح عام في التاريخ عندها حوالي 300 مليون دولار بيتكوين في ميزانيتها. ومايكرو استراتيجي رجعت للعنوان من جديد، تقريبا مليار دولار مشتريات بيتكوين الأسبوع اللي فات. يلا نخش على كل خبر. أول خبر واللي كل السوق كان بيراقبه، كوين ديسك نقل إن البيتكوين ارتفع ل 94,000 دولار، أعلى مستوى من أسابيع، مع تسعير الأسواق لاحتمالية خفض البنك الفيدرالي للفايدة بكرة. مجرد التوقعات دي كفاية إنها ترجع السيولة للسوق، لأن خفض الفايدة عادة بيدفع المستثمرين للأصول عالية المخاطر. المعلومة الأهم من كوين ديسك، المؤسسات رجعت تفتح مراكز في عقود البيتكوين الفيوتشرز وفي السوق الفوري مع هبوط عوائد السندات. مكاتب التداول وصفوا الحركة إنها تمركز قبل محفزات ماكرو، مش فقاعة تجزئية. طب ليه ده مهم؟ لأن السياسة النقدية كانت المتحكم الأول في سلوك الكريبتو السنة دي، ولما السوق يبدأ بسعر خفض الفايدة السيولة بتتفك، والبيتكوين بيكون أول واحد يستجيب. كمان كوين ديسك أشار إلى قفزة في شراء عقود الخيارات كولز على مستويات 110 ألف، وده معناه ان المتداولين شايفين تقلبات عالية مبشرة بعد اعلان البنك الفيدرالي. ومستويات التداول المرتفعة بتأكد ان الحركة مش ضعيفة ولا اتعملت على مزاج الهوا، دي حركة مدفوعة بتوقعات الفايدة، استقرار تدفقات صناديق ال ETF، عودة المؤسسات بعد فترة حظر. ده صعود محسوب مش هستيريا. نروح لخبر باينانس. ايكونوميك تايمز انديا اكدت ان باينانس بقت اول منصة كريبتو عالميا تحصل على رخصة تحت اطار في ابو ظبي. الاطار ده معروف انه من اقوى ال ADGM الانظمة المالية في المنطقة، وبيسمح لباينانس تشتغل كتداول وحفظ وتسوية تحت اشراف شامل. دي مش رخصة محلية عادية، ال ADGM نظام بيستخدمه مؤسسات مالية دولية. يعني باينانس دلوقتي عندها مرجعية تنظيم شبه البنوك اللي بتشتغل عبر الحدود. المقال أبرز نقطتين: باينانس بتستعيد وضعها التنظيمي بعد سنتين من التدقيق العالمي، بتثبت نفسها كمركز عالمي للكريبتو في مواجهة هونج كونج وسنغافورة ولندن في ال ADGM. الرخصة دي تفتح أبواب للمؤسسات اللي محتاجة إشراف قوي قبل ما تشتغل مع أي منصة. إنجاز ضخم وبيجي في وقت العالم بيشدد الرقابة مش بيريح. نروح لأمريكا. رويترز كشفت إن جهة مصرفية اتحادية أكدت رسميا إن البنوك مسموح لها تلعب دور الوسيط في الكريبتو، يعني تقدر تحافظ أصول وتسوي معاملات وتعالج عمليات كريبتو للعملاء طالما بتطبق قواعد إدارة المخاطر. وده يعتبر تحويل واضح عن السنين اللي فاتت اللي كان فيها الكلام ضبابي أو مقيد. رويترز وضحت نقطة مهمة جدا: الجهة المنظمة ما عملتش قواعد جديدة، هي بس وضحت ان النظام الحالي اصلا يسمح للبنوك بالمشاركة. يعني البنوك تقدر تحتفظ بالكريبتو للعملاء، تقدر تكون طرف تسوية للأصول المرموزة، تقدر تكون وسيط بين العملاء والمنصات. للمؤسسات ده فتح كبير بيقلل العوائق اللي كانت واقفة في طريق البنوك، ويعني ان البنوك الامريكية ممكن تنافس شركات الكريبتو نفسها، شيء كان مستحيل تتخيله من سنتين. ده مش معناه ان البنوك هتنط على الكريبتو بكرة، بس الضباب التنظيمي اللي كان واقف في الطريق اتشال. رويترز قالت ان الخطوة دي ماشية مع توجه اوسع لدمج الكريبتو في البنية المالية الامريكية من خلال الاطار الحالي، مش قوانين جديدة. بمعنى تاني، الكريبتو بيتم استيعابه جوه النظام البنكي مش عزله عنه. سبيس اكس داخلة على طرح عام ممكن يبقى الأكبر في التاريخ،
وكوين ديسك قالت إن الشركة عندها حوالي 300 مليون دولار بيتكوين، وده شيء غير معتاد لشركات صواريخ وأقمار صناعية. معظم الشركات الصناعية بتحتفظ بالخزنة في سيولة، سندات، ودائع قصيرة. وجود بيتكوين في ميزانيتهم بيقول حاجتين: أول حاجة، الكريبتو بقى داخل ميزانيات شركات صناعية فعلية مش شركات تقنية مالية بس. تاني حاجة، الاي بي او المرتقب في 2026 هيدخل شركات فضاء ضخمة وعندها بيتكوين إلى الأسواق العامة. كوين ديسك ذكرت إن سبيس إكس كان عندها تعرض للبيتكوين من زمان، لكن دي أول مرة الرقم يظهر مع التحضير للاكتئاب، وده بيطرح أسئلة مهمة. الجهات التنظيمية هتبص إزاي لشركة طيران وفضاء ومعها أصل شديد التقلب؟ هل سهم سبيس إكس هيمشي مع تقلبات البيتكوين؟ وهل ده ممكن يشجع شركات كبيرة تانية تعتمد نفس النهج؟ لو الاي بي او حصل، المستثمرين هيبقوا بياخدوا تعرض لسبيس اكس والبيتكوين في نفس الوقت، حاجة جديدة تماما. واخيرا، مايكرو استراتيجي. كوين ديسك قالت ان الشركة اشترت ما يقارب من مليار دولار بيتكوين في اسبوع واحد من اكبر عمليات الشراء من 2021. النقاط الاساسية: الشركة جمعت حوالي 14,000 بيتكوين في اسبوع. الشراء كان على عدة دفعات. الشركة أكدت إنها مستمرة في اعتبار البيتكوين أصل الخزانة الأول. الشراء ده حصل وقت ما السوق كان بيصحح، يعني مايكرو استراتيجي شافت التراجع فرصة مش خطر. وبعكس دورات سابقة كانت تعتمد على ديون وتسهيلات مالية ضخمة، كوين ديسك قالت إن التمويل المرة دي كان متوازن أكتر، مزيج بين تدفقات تشغيلية وتمويل جاهز مسبقا. مايكرو استراتيجي دلوقتي عندها واحدة من أكبر محافظ البيتكوين للشركات العالمية، وكل عملية شراء بتثبت صورتها كشركة مدرجة معتمدة بالكامل على البيتكوين. الخلاصة: الشركة مش بتقلل، بالعكس قناعتها بتزيد. ده ملخص اللي غطيناه واللي بيوضح قد ايه سوق الكريبتو داخل على مراحل جديدة ومختلفة تماما عن السنين اللي فاتت. البيتكوين وصل ل 94,000 قبل خفض فايدة محتملة من البنك الفيدرالي، وده مش مجرد حركة سعر، ده انعكاس مباشر لرجوع السيولة وتحركات مؤسسات كبيرة بتاخد مراكز واضحة قبل إعلان اقتصادي مهم. ده معناه إن السوق بقى أكتر حساسية للمعطيات الماكرو، وأي تغيير في السياسة النقدية بيتراجم فورا في أسعار الأصول الرقمية. باينانس حصلت على رخصة عالمية تحت إطار ال ADGM لأول مرة في صناعة الكريبتو، وده مش بس إنجاز لباينانس لكن كمان نقلة تنظيمية بتوضح اتجاه عالمي إن المنصات الكبيرة لازم تشتغل تحت مظلات رقابية معترفة بها دوليا. ده بيفتح الباب لتعامل أوسع مع مؤسسات مالية كانت متوقفة بسبب غياب الترخيص الدولي. وفي أمريكا القطاع البنكي اتفتح للباب رسمي يدخل الكريبتو كوسيط، خطوة كانت مستبعدة من كام سنة لكن دلوقتي بقت واقع، وده بيمهد لمرحلة جديدة تندمج فيها الأصول الرقمية تدريجيا مع النظام المالي التقليدي، سواء في الحفظ أو التسوية أو المعاملات. وجود البنوك في الساحة هيغير قواعد اللعبة وهيدفع منصات وشركات كتير تعيد حساباتها. وسبيس اكس اللي داخله على أكبر اكتتاب متوقع في العالم ظهر إنها تمتلك 300 مليون دولار بيتكوين، وده لأول مرة بنشوف شركة فضاء وتصنيع ضخمة عندها تعرض مباشر لأصل رقمي متقلب. المعلومة دي هتأثر على تقييمها وطريقة التعامل المستثمرين والمؤسسات مع ملفها المالي، وقد تكون بداية لتبني شركة صناعية تانية لنفس النهج. ومايكرو استراتيجي زودت محفظتها بنحو مليار دولار في أسبوع واحد، وده استمرار لواحد من أوضح استراتيجيات التراكم في العالم. الشركة بتثبت كل مرة إنها شايفة البيتكوين كأصل استراتيجي طويل الأجل، وشراء الكمية دي وقت التصحيح بيوضح إن عندها ثقة في الارتفاع على المدى المتوسط والطويل. اكتبوا لي في الكومنتات وما تنسوش تعملوا متابعة عشان نكمل كل أخبار الكريبتو أول بأول.